يسعد مساكم أعزائنا المشاهدين. نحن اليوم موجودين معكم في الجمعية الشركسية الفرع الرئيسي في حفل انطلاقة الجديدة لقناة نارت. شكرا لحضوركم اليوم لهاي المناسبة اللي بنعتقد انها مناسبة مهمة خاصة لمجتمعنا الشركسي، وهي تتعلق بمؤسسة لطالما اهتمينا جميعا فيها، فضائية نارت. فضائية نارت خلال الفترة الماضية لا شك بأنه كلياتنا كنا عم نطلع عليها بنظرة أنه بدنا إياها تكون أقوى وتكون أحسن وتليق بمجتمعنا. وإن شاء الله خلال الفترة القادمة ومن خلال حماس الشباب ومن خلال حماسكم وحماس الجميع لهذه القناة، إن شاء الله معا بنقدر إن نوصل هاي القناة للمستوى اللي إحنا حابين إنها توصل له. إذا سمحتوا لي قبل ما أحكي على نارت بدي أحب أحكي لكم بشكل بسيط عن مؤسسة كوبان. مؤسسة كوبان لما أسسناها من قبل حوالي سنة كان هدفها إنها تكون مؤسسة تهتم بالشأن الاقتصادي وخاصة لمجتمعنا الشركسي، وخصوصا إنه فئة الشباب بلشت تتوجه من القطاع الحكومي وقطاع الجيش، وصار في توجهات كمان للقطاع الخاص، فكان لابد إن نساهم ونساعد في دعم هدول الشباب ونحاول إن نساعد في التدريب ونساعد بخلق فرص لهدول الشباب. من أهم المشروعات اللي إحنا بلشنا فيها كان مشروع له علاقة بأن نودي مجموعة من الشباب والشابات لزيارة كفر كما والريحانية، القريتين اللي موجودين في الجليل، واللي هم عبارة عن نموذج من نماذج القرية الشركسية اللي كلياتنا الجيل الموجود هنا بتذكرها وبيعرف انه هذول هم القرى اللي احنا بنحب اولادنا ياخذوا فكرة عنها لوجود الثقافة واللغة الشركسية اللي موجودة فيها. فاحنا ودينا الشباب حاليا مرتين، وفي عندنا حاليا رحلة لمجموعة من سيدات مجتمعنا كمان ان شاء الله بيروحوا على القدس وبيروحوا على الاماكن المقدسة اللي موجودة في فلسطين. المشروع الثاني اللي احنا بلشانين فيه بكل جدية هو مشروع له علاقة بأن نودي مجموعة من رجال الأعمال الأردنيين للمناطق شمال القفقاز. الهدف من هذه الرحلة بدنا احنا نودي مجموعة من رجال الأعمال اللي عندهم السلعة الأردنية ونخليها تقتحم السوق الروسي اللي تعداده 150 مليون نسمة. احنا اذا خطينا هاي الخطوة بنعتقد رح نساهم في توسيع السوق للسلعة الأردنية بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار. مؤسسة تشجيع الاستثمار تبنت هذا المشروع، وحاليا 50% من تكلفة الشخص اللي بده يروح على هذه المنطقة راح تكون مغطية من قبل مؤسسة تشجيع الاستثمار. مجموعة من المسؤولين كمان راح يكونوا موجودين معنا بهذه الرحلة، واللي بنعتقد انه هي راح تكون وسيلة مشان نضع مجتمعنا كجسر للتواصل ما بين الأردن وما بين روسيا. وكذلك احنا عم نشتغل على موضوع نعزز علاقاتنا مع رجال أعمال بتركيا. بتركيا حوالي 16 مدينة فيها جمعيات ونوادي ومؤسسات لرجال أعمال شركس، وهدول احنا على تواصل معهم. بكرة في المهندس كمال جلوقة راح يحضر مؤتمر عاملينه في مدينة أنقرة، وراح يحكي لهم عن موضوع كوبان ونشاطاتنا، وبنفس الوقت راح يحكي لهم عن الأمور المستجدة في تلفزيون نارت. الموضوع الثاني اللي احنا معطينه أهمية
موضوع له علاقة بتراثنا. لا شك بأنه إحنا ينقصنا بعض الأمور اللي إحنا كمان بنحلم فيها كمجتمع. أحد المشاريع هو مشروع البيت الشركسي. البيت الشركسي إحنا بنطمح إنه ما يكون بس متحف، بنطمح إنه يكون أكثر من هيك. البيوت الشركسية القديمة اللي تأسست عمان بلشت بدايتها فيها معظمها مع الأسف آيل للسقوط، ضل مجموعة محددة من هذه البيوت. إحنا عملنا عليها كشف ولقينا إنه مهملة، بعضها يعني حالته سيئة جدا. في أحيانا بعض هالبيوت الطينية هاي فيها ناس مشردين عايشين، أو يعني بصراحة مكب للنفايات أصبح. فهذه البيوت لا شك إنه إحنا بنقدر نعمل عليها شوية، مش شوية، لا بدها شغل، بحيث إنه هذه البيوت تتحول من أماكن غير صالحة للسكن إلى أماكن تعتبر مقصد للسياحة الداخلية والخارجية. بدنا مشان نغطي هذا الموضوع رح نعمل ورشة عمل. ورشة العمل رح نتعاون فيها مع جامعات أردنية ومع مختصين، مع الناس اللي بنعتقد أنهم هم أفضل ناس ممكن يحكوا عن البيوت التراثية ومهتمين في بيوت عمان القديمة. بدنا نتعاون مع أمانة عمان، مع كل المؤسسات بورشة العمل هذه، مشان نحكي عن أهمية هذه البيوت اللي أنا بعتقد هي أهميتها مش بس للشركس. أهمية هذه البيوت إلها علاقة بالسنة اللي احنا موجودين فيها، اللي هي السنة الثورة العربية الكبرى. هذه البيوت هي اللي شهدت فترة تأسيس البلد، والحكمة اللي كانت عند الأجداد اللي أسسوا هاي المناطق. بهذه البيوت بلشت فكرة التعايش بين الناس من شتى الأصول والمنابت. حكمة الهاشميين صيغت بهذيك الفترة الزمنية، وبالتالي أفضل مكان اللي يحكي لنا عن تاريخ الأردن والتعايش والأمن والسلام اللي ما زلنا ننعم فيه. أفضل أماكن هي البداية اللي كانت بهذيك الفترة الزمنية. فبنعتقد أنه إعادة تأهيل هذه البيوت جزء من مهمتنا كمواطنين أردنيين. البيت الشركسي ما راح يكون مقتصر على أنه يكون فقط عبارة عن مكان نحط فيه أدوات تراثية. هو عبارة عن مكان راح يكون له طابع اقتصادي. الطابع الاقتصادي هذا احنا عقدنا اتفاقية مع مؤسسة NGO انترناشونال مقرها في بيروت، اسمها قرية نت. قرية نت تعنى في دعم الإثنيك فود. احنا المشروع اللي بدنا نقدمه مشان نحصل على دعم من هاي المؤسسة عبارة عن مشروع بدنا ناخذ 7 نقاط في 7 قرى أو 7 مراكز بنتجوا المأكولات الشعبية. يعني ممكن ناخذ زي قرية بني حميدة، ناخذ الستات اللي بيعملوا في بيوتهم مأكولات شركسية، حلفة، جبنة شركسية. هدول الجهات 7 أماكن رح نتبناهم ونجيب لهم دعم. النقطة المهمة إنه بدنا ندربهم على إنهم يعملوا الإثنيك فود بكواليتي عالية، بجودة عالية. بدنا نعطيهم كافة الأمور اللي بتخلي هذا المنتج اللي بيعملوه مصنوع بنظافة وبجودة عالية، بحيث إنه يتم تسويق منتجات هذه المراكز اللي تبنيناها من خلال البيت الشركسي. بالإضافة لهيك بدنا نصير ننظم سياحة داخلية. نتوقع سيدات البيوت بيهتموا إنهم يروحوا على إحدى القرى الأردنية ويفطروا هناك، يفطروا بطريقة مقدم لهم الأكل بطريقة مرتبة، بطريقة علمية، بطريقة حديثة، بطريقة نظيفة. وبالتالي رح ناخذهم في مواسم معينة، مثلا موسم قطف الزيتون، موسم قطف التين إلى آخره، بحيث أنهم ياخذوا البرودكتس اللي موجودة هناك يشتروها. وبنفس الوقت بدنا ندعم هذه القرى من ناحية أنهم
يفطروا عندهم ويصير في حركة سياحية داخلية. طبعا هذا المشروع احنا بنتوقع دعم يجينا من المؤسسات هاي. لا شك بأنه احنا التقويم اللي عملناه كمان كان له أثر كويس، بحيث أنه ثبتنا كافة البيوت اللي بمدن عمان وادي السير وناعور وجرش ورصيفة. وهذا المشروع احنا بنعتقد انه عبارة عن الاماكن اللي سكنوا فيها الشركس اول ما اجوا مشان تضل للاجيال القادمة. المشروع الاهم اللي احنا بدنا نحكي فيه اليوم له علاقة بتلفزيون نارت، بفضائية نارت. لا شك بانه احنا جميعا اللي موجودين هون كان عندنا الاهتمام وكان عندنا شعور بانه تلفزيون نارت لابد من انه ياخذ مجال اوسع وياخذ مكانته الصحيحه. مؤسسه كوبان تواصلت مع بقيه المؤسسات الشركسيه من خلال لجنه التنسيق التابعه للجمعيه الخيريه الشركسيه، وطرحنا الموضوع وطرحنا فكره انه من الممكن إذا تعاوننا جميعا مع بعض من الممكن قناة نارت إنها تستطيع أنها تقف على أجريها. وبجهود الجميع وبحماس الجميع وقفنا معا وقررنا بأنه نتشارك بأنه هذه القناة تبلش إنها تشتغل، والجميع يساهموا ويساعدوا مؤسسة كوبان بأنه مشروع تلفزيون نارت يتطور، مش إنه نعيد نحيي تلفزيون نارت، لا، تلفزيون نارت راح يتطور. الصحيح إنه كافة الناس اللي تواصلنا معهم كانوا مستعدين وجاهزين وأبدوا كل الحماس مشان يوقفوا مع تلفزيون نارت. شفنا سيدات بيوت متحمسين وبيتركوا بيوتهم وبيجوا معانا على الاجتماعات وبيشتغلوا فعلا بكل إخلاص. شفنا الشباب تلفزيون نارت اللي بيصوروا كيف رجعوا بحماس يزيلوا الغبرة عن كاميراتهم وعن أجهزتهم مشان يردوا يخلوا تلفزيون نارت يوصل للمرحلة اللي كلياتنا بدنا اياها توصلها هاي الفضائية. من الأمور اللي احنا بنعتقد انه ضرورية جدا لما نخطط لتلفزيون نارت، احنا بحاجة لسوق، لازم نوسع سوق تلفزيون نارت. مشان نوسع تلفزيون نارت كان لابد من ان نطلع على خارج اطار البث اللي حاليا ما بيغطي غير الاردن وسوريا ولبنان وجزء من المنطقه العربيه. احنا بنعرف انه سوق نارت اذا بده يزدهر كان لابد من ان نخترق السوق التركي والسوق الروسي، لانه هناك بشكل عنا النسبة الأكبر من المشاهدين المحتملين لتلفزيون نارت. طبعا التقنية كل ما لها عم تتقدم، فإحنا بالفرصة المناسبة استطعنا أن نقتنص فرصة أنه نتعاون مع شركة جاسكو. شركة جاسكو هي عبارة عن شركة تعيد بث التلفزيون، البث اللي موجود بتعيد بثه بفارق 15 ثانية عن البث اللي موجود حاليا، ولكن رح يوصل لكافة أنحاء العالم. أي مدينة في عندها إنترنت معناته بوصل لهم البث رح يوصل لهم عن طريق سمارت تي في أو سمارت فون أو في جهاز خاص ريسيفر خاص رح يكون باسم نارت أو عن طريق الإنترنت. وبالتالي الطريقة سهلة جدا زي أي فضائية تانية. ممكن إنه نشوف فضائية نارت زي جزيرة نت، زي الMBC، زي كل القنوات الكبيرة. حاليا تلفزيون نارت راح يتعمم في كافة أنحاء العالم. حاليا احنا عم نشتغل على تسويق هذا الموضوع. ممثلنا حاليا المهندس كمال جلوقة عم بيشرح الموضوع في أنقرة. كمان زميلنا نضال لبزو موجود في مايقب عم بيشرح الموضوع. وحاليا راح نشتغل بموضوع التسويق، راح نشتغل عليه بطريقة منظمة، بحيث خلال سنة خلال بداية 2017 لازم يكون عدد المشتركين واللي بيشاهدوا تلفزيون نارت عدد واسع جدا. طموحاتنا بالتخطيط عالية جدا. احنا مشان نستقطب 15 مليون مشاهد
لازم نهتم بأنه توصل هاي القناة لكافة شعوب شمال القفقاز. كافة شعوب شمال القفقاز مش بس الشركس بيعانوا من نفس المشكلة، ما عندهم فضائيات، ما عندهم تلفزيون اللي يمثل الثقافة تبعتهم واللغة تبعتهم. فبالتالي احنا راح نخصص أيام للشيشان، راح يكون في يوم مخصص للداغستان، راح يكون يوم مخصص لشركس تركيا، يوم مخصص لشركس روسيا. يعني التلفزيون راح يحكي بالروسي وبالعربي وبالإنجليزي وبالشيشاني وبالداغستاني وبالأبخازي، بس الطريقة بأنه نعطي لكل مجموعة فترة محدودة من الزمن. يعني ببساطة أنا لما بدي أطلع على الجزيرة بفتح الجزيرة لما بدي أسمع الأخبار، بس ما بطلع طول اليوم على الجزيرة. بطلع على الMBC لما بدي أطلع على فيلم أو على إشي معين بهمني. فبالتالي تلفزيون نارت راح الناس يصيروا يطلعوا بالفترات اللي بتهمهم مشان نوزع البث على كافة الناس. بس كمان لا تنسوا اللي بيعرف شركسي راح يطلع على التلفزيون بساعات طويلة، اللي بده يسمع إشي بالشيشاني، ما هم الأغاني الشيشانية كمان قريبة علينا، والفولكلور والتراث هذا كلياته. مشان هيك إحنا طموحنا إنه أكبر شريحة ممكنة من المجتمع لازم يساعدونا بأفكارهم، يساعدونا بدعمهم المعنوي. نتوقع لما تلفزيون نارت يتوسع، لما الإقبال يزيد، بنتوقع إنه كمان حصتنا بالتسويق كمان تزداد. بهمه الشخص اللي بده يسوق السلعة تبعته يعرف قديش عدد المشاهدين. 15 مليون لما يكون سوق إلنا لتلفزيون نارت بحيث ما فيش عنا منافس حقيقي، بعتقد إنه عنا فرصة ممتازة جدا مشان نقنع رجال الأعمال اللي في تركيا واللي في القفقاز واللي في أي مكان إنه تلفزيون نارت وسيلة مناسبة لكم للإعلان فيها. أنا ما راح أطول عليكم لأنه حاليا الأخ بكر أزوقة واللي يعود إلى الفضل بصراحة إنه وصلنا لهاي المرحلة، راح يشرح لنا أكثر على التقنية الجديدة اللي إحنا راح ندخل عليها، والوسيلة اللي كيف أي شخص بيقدر على تلفونه ينزل تلفزيون نارت، أو إذا بده يسافر أو بده يروح لأي مكان، أو إذا بده يشرح لناس تانيين كيف بده يمرر هذا الكود لأي شخص مهتم في العالم. بعد ما يخلص الأخ بكر كمان في الدكتور إبراهيم فاروقة اللي كان بنالتشيك قبل فترة ومثلنا كتلفزيون نارت في نالتشيك، وحكى لهم عن هموم تلفزيون نارت، وعمل عدد من الاتفاقيات كمان لدعم التلفزيون بالبرامج. كمان راح يعمل لنا بريفنج. شكرا لحضوركم، والأخ بكر أزوقة إذا في مجال إنه يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. بنرحب فيكم بقناة نارت الفضائية الشركسية. أول إشي بدي أعرفكم على حالي، أنا اسمي بكر أزوقة، بشتغل سوبرفايزر بشركة المدينة الإعلامية الأردنية بقسم هندسة البث، ومن أوائل الناس اللي اشتغلوا في قناة نارت الفضائية من أيام ما كانت مشروع التخرج للطالب نارت جانتي نغوي. لما بلشنا نفكر بقناة نارت وكيف بدنا نسميها وإيش الاسم المناسب اللي ممكن نطلع فيه، فكرنا تكون الفكرة إنه قناة نارت تكون قناة لكل الشركس وكل العالم. واسم نارت على فكرة في كتير ناس بيجهل إنه نارت معناها ناشونال أديغا راديو أند تلفزيون، راديو وتلفزيون الأديغا القومي أو راديو وتلفزيون الشركس القومي. وهذا الاشي بيخلي لنا مجال كبير انه نحن نتوسع ونكون على مستوى العالم قناة عالمية ان شاء الله. هلا لما بلشنا البث على الساتلايت على قمر النور سات 1. قمر النور سات 1 اخترناه لانه بيغطي
بغطي المناطق اللي موجود فيها الشركس في العالم، أغلب المناطق، واللي هي تركيا والقفقاز وأجزاء من أوروبا والميدل إيست، الشرق الأوسط، منهم الأردن وسوريا وفلسطين والمناطق هاي. طبعا ما بننسى نشكر إدارة النورسات ممثلة بمديرها العام السيد عمر شوتر، لأنهم كان لهم الفضل في البث اليوم على القناة. الحمد لله اليوم صرنا نبث القناة عن طريق الإنترنت، وهيك بنقدر نحقق الهدف اللي فكرنا فيه في البداية، إنه تكون القناة عالمية وتوصل لكل بيت شركسي في العالم. وهي طريقة البث تمت عن طريق شركة جاسكو للبث الفضائي. وشركة جاسكو عم بتقدم لنا البث على الإنترنت عن أكثر من طريقة. هلأ بدي أشرح الطرق اللي بتصير فيها البث على طريق الإنترنت. الطريقة الأولى اللي هي خدمة الاي بي تي في. الاي بي تي في هو عبارة عن تلفزيون بيطلع عن طريق الإنترنت بدون استخدام دش أو صحن أو لاقط، بس عن طريق الإنترنت بنشبك جهاز ريسيفر خاص بشركة جاسكو، وهذا الجهاز بس نشبكه بنستقبل عليه عدة قنوات، من ضمنهم قناة نارت. يعني الاختيار عن طريق الجهاز موجود بأكثر من شيء. هلا عشان نحكي عن هاي الخدمة أكثر ونعرفكم على الجهاز، بدي أورجيكم فيديو بسيط تعريفي بالجهاز هذا تاع الريسيفر الخاص بالاي بي تي في. ما هو اي بي تي في؟ نظام قائم على توفير خدمة بث تلفزيونية رقمية باستخدام بروتوكول الإنترنت. قنوات جديدة عبر الإنترنت من خلال جهاز الريسيفر اللاقط لقنوات الستلايت. تغطية البث لكل دول العالم دون الحاجة للأقمار الصناعية. ميجا بايت تحتاج إلى سرعة إنترنت منزلي. البث التلفزيوني ST/HD. إحصاء حقيقي لعدد المشاهدين. إمكانية تشفير القناة. دليل البرامج الإلكترونية. توفر الخدمات التفاعلية، الرقابة والتحكم. إمكانية تسجيل واسترجاع البرامج. IPTV. جاسكو جيت مفتوحة للقنوات رياضية، ثقافية، تعليمية، اجتماعية، إخبارية، عقارية، طبخ، كوميديا شو، دراما، طبية، شبابية، دينية، عامة، امرأة، أطفال، واقع، أسرية، وثائقية. انضم إلى جاسكو جيت IPTV وارتقي بمستوى إنتاج القناة ووفر قيمة الاستئجار من الأقمار الصناعية. للتواصل info@jascomediacity.net. هلا بعد ما شفنا هذا الريسيفر بدي احكي عنه لمحه بسيطه. هذا الريسيفر عادي زي اي ريسيفر موجود عندكم بالبيت. هذا الريسيفر بينزل عليه كل الأقمار اللي متعودين تنزلوها والقنوات اللي متعودين تحضروها، بتقدروا تحضروا منه البث عن طريق الساتلايت العادي. وفيه خدمة إضافية اللي هي خدمة الاي بي تي في، اللي هي بتحتاج انترنت. طبعا الانترنت هنا على طريق هذا الريسيفر مش بحاجة يكون شيء كتير سريع. انترنت 1 ميجا هلا متوفر بكل بيت تقريبا، ف1 ميجا انترنت بيقدر يخلينا نقدر نحضر قناة نارت او باقي القنوات اللي موجودة على الريسيفر. هلا هاي الخدمة متوفرة عن طريق كبسة صغيرة على الريموت، بس بنكبس كبسة اي بي تي في بتفتح لنا قائمة قنوات فيها قناة نارت، بنقدر نحضر بأي مكان في العالم. هلا هذا الريسيفر صار موجود في السوق وسعره بمتناول الجميع، وإن شاء الله بدنا نبلش نسوقه في القفقاز وفي تركيا وفي كل بلدان العالم، وإن شاء الله يعني نصير نتواصل مع كل مندوبينا في كل دول العالم بإذن الله. هلا الطريقة الثانية اللي بتوفر لنا إياها خدمة شركة جاسكو اللي هي خدمة الويب ستريمينج. هاي الخدمة بتبث قناة نارت عن طريق الويب سايت، واللي هو الويب سايت تاع قناة نارت اللي موجود www.nart
tv.tv. طبعا أي حدا بيقدر يفوت على الإنترنت، يفتح موقع القناة من كمبيوتره الشخصي، يحضر قناة نارت بأي مكان في العالم. هلا في خدمة تانية اللي هي نقدر نحضر قناة نارت عن طريق الموبايل، عن طريق صفحة الفيسبوك. بيقدر أي واحد يفتح على صفحة الفيسبوك ناشونال أديغا راديو أند تلفزيون نارت تي في، بيفتح عليها وبيكبس على واتش فيديو، بتفتح له قناة نارت عن طريقة كبسة واحدة فقط، بدون ما إنه ينزل برامج أو يعمل أي شيء. يعني صارت موجودة على الموبايلات بكل مكان. وهلأ إن شاء الله خلال الشهر الجاي راح تنزل الخدمة على قنوات على أجهزة السمارت تي في. السمارت تي في فيها خدمة جديدة اللي هي عبارة عن IPTV.APK بقولوا لها. الAPK اللي هو السوفت وير اللي بيشتغل عن طريق السمارت تي في. هلا أي واحد بيصير عنده سمارت تي في بدون ما يشتري ريسيفر، بدون ما يعمل أي شيء، بس يكون عنده إنترنت بصير يقدر يحضر قناة نارت. هذه إن شاء الله راح تتفعل في بداية الشهر القادم. هلا بدي احكي يعني انه بنتمنى بعد هاي الخطوه اللي راح تخطوها قناه نارت انه نقدر نوصل فعلا لكل بيت شركسي، ونقدر نغطي كل المناطق، ويكون عندنا مندوبين بكل قناه بكل بلد في العالم، عشان نقدر نحقق هدف القناه اللي كنا مفكرين فيه من زمان. وشكرا كثير لكم. مساء الخير سمو الأمير، مساء الخير الحضور الكرام، الله يسعد مساكم جميعا. بداية بعرفكم على حالي الدكتور إبراهيم فاروقة، دكتور في جامعة الإسراء وأمين سر نادي خريجي وجامعات معاهد نالشيك. نادي خريجي جامعات ومعاهد نالشيك في الفترة الأخيرة نظم رحلة إلى نالشيك بمشاركة 28 شخص. كانت الرحلة سياحية وعملية وعلمية كمان في نفس الوقت. أثناء هاي الزيارة طبعا تطرقنا لعدة مواضيع. نادي خريجي نالشيك بشكل عام داعم لجميع المؤسسات الشركسية في جميع أنشطتها وفعالياتها. واحدة الأنشطة اللي دعمنا فيها تلفزيون النارت. أثناء زيارتنا لنادي خريجي نالشيك كان عندي لقاء مع راديو قبردينة بلقارية. في راديو قبردينة بلقارية تم التعريف عن الأسئلة عن شراكسة الأردن بشكل عام وحياتهم وطرق التبادل الثقافي. أحد الطرق اللي عرفتهم عليها تلفزيون نارت. تلفزيون نارت كمقرب من ناحية ثقافية وعلمية أيضا واجتماعية بين الأردن والقفقاز، والعلاقات الوثيقة والقديمة من زمان معاهم. فشرحنا في راديو قبردينة بلقارية عن تلفزيون نارت وعن دوره في نشر الثقافة الشركسية والوعي الشركسي والتقارب بين الوطن في القفقاز ووطننا في الأردن. هاي إحدى الصور اللي زرنا فيها جامعة قبردينة بلقارية. جامعة قبردينة بلقارية الآن تعد واحدة من 100 جامعة، أفضل جامعة في روسيا الاتحادية. بعض التخصصات وصلت في المرحلة الأولى في روسيا الاتحادية في التخصصات العلمية والتكنولوجية، أخذت المركز الأول بعض التخصصات. قعدنا مع مادة الجامعة، أخذنا منهم فيلم تعريفي، أيضا شرحنا عن النشاطات اللي ممكن نقدمها للنارت. أعطونا الآن في فيلم تعريفي عن جامعة نالشيك سيعرض على تلفزيون نارت عن التخصصات والحياة بشكل عام، وهذا بهم الاشي، بهم طلابنا اللي عم نوفدهم من الأردن بياخذوا بعثات ومنحات في الجامعة هناك. أيضا التقينا بجهود رئيس الجمعية الخيرية الشركسية العين سمير قردان. أيضا تم الاتصال برئيس جمهورية قبردينة بلقارية، والتقينا بنائب الرئيس جمهورية قبردينة بلقارية اللي هو سيد محمد قدزوقة، وهو مدير أعمال الرئيس. الرئيس كان مسافر إلى موسكو في مهمة، التقى فينا هو وزير الشباب. طرحنا موضوع إنه كيف ممكن من طريق التبادل الثقافي والعلمي أيضا والاجتماعي مع جمهورية قبردينة بلقارية دعم قناة نارت، اللي هي بما إنها القناة الشركسية الوحيدة التي تبث. طبعا تدونت الملاحظة ووضعت على جدول الأعمال
في مناقشة دعم قناة النارت مع الجمعية الشركسية العالمية اللي راح يصير تقريبا في نهاية شهر 9 إن شاء الله. ووعدونا خير بكل الدعم إن شاء الله من جمهورية قبردينا بلقاريا إلى قناة النارت. هذا الحكي كان تاريخ 11/9، طبعا الفترة كانت من 7 إلى 16. بعديها أيضا ذهبت إلى قناة نوتر. قناة نوتر اللي هو اللي يمتلكها السيد فلاديمير فاروقا، أيضا قناة خاصة، كانت قناتين حكوميتين دمجهم مع بعض وصارت قناة خاصة. أيضا وعد في العمل المشترك مع قناة نارت ودعمها بالمواد العلمية إن كانت باللغة الإنجليزية والروسية والمترجمة أو اللغة الشركسية، وأولينا اهتمام أيضا في اللغة الشركسية، خاصة إحنا بحاجة إلى أن أيضا نعود إلى اللغة. فقناة نوتر دعمت، وقريبا سيتم ترتيب زيارة من إدارة قناة نوتر إلى إدارة قناة نارت للعمل المشترك إن شاء الله. أيضا التقينا بممثلة تلفزيون جمهورية قبردينا بلقاريا اللي هي السيدة اللي على الشمال، اللي هي السيدة ساليسات حغندوقة، اللي هي مسؤولة البرامج باللغة الشركسية في تلفزيون قبردينا بلقاريا. ووعدت أيضا بالتعاون ودعم قناة نارت بالمواد الجديدة والمستحدثة والأشرطة اللي ممكن تفيد المجتمع كعلميا وثقافيا وفلكلوريا. أيضا السيدة اللي على اليسار اللي هي السيدة مريم باغ، عضو الجمعية الشركسية لتعليم اللغة الشركسية، وعدت ببعث أيضا مواد تفيد لقناة النارت في تعليم اللغة الشركسية. هاي من اللقاءات الأساسية اللي عملناها أثناء زيارتنا كنادي خريجي جامعة ومعاهد نالشيك في دعم قناة النارت في خلال الزيارة هاي. إن شاء الله نحاول ندعمها بكل ما أوتينا من سبل، ومنحاول أيضا نرفع قناة نارت كقناة أردنية شركسية أولى في العالم. يعطيكم العافية، وإن شاء الله نتمنى لقناة النارت الازدهار والتفوق. يسعد مساك، تعرفنا بحضرتك؟ مساء الخير، أنا سميح بينو، سعيد جدا أكون الليلة هون في انطلاقة نارت اللي هي منطلقة أصلا. سعيد أني أكون هون على التوجه الجديد لإخواننا الشركس. وحقيقة احنا نارت في كل بيت هو مصدر المعلومات، خاصة المعلومات الاجتماعية، لكن في نفس الوقت يعني الفولكلور والثقافة القوقازية والشركسية هي حقيقة بحاجة إلها لأولادنا. فأنا شاكر جدا للمجتمعين، لكوبان، لكل هالمؤسسات إنه يدعموا نارت مشان تكون لغة عالمية بين شراكسة المهجر. وكمان بننطلق. تحكي لنا عن رأيك بقناة نارت حاليا؟ أولا قبل ما أحكي عن قناة نارت بدي أتوجه بالشكر والتقدير للجهة المنظمة لهذا الاجتماع أو حفل الإشهار لهذا اليوم. والحقيقة أنا متابع لقناة نارت منذ سنوات التأسيس، أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة 2007 كانت في بداية خجولة، ولكن أثبتت أنها كانت بداية على قدم ثابتة وراسخة، ودليل ذلك ما وصلنا إليه اليوم. قناة نارت إذا ما سوت لنا شيء يكفي أنها جسر أوصلتنا نحن في الأردن بكل شعوب الشركس في بلاد الأم أو في بلاد المهجر. أنا بالنسبة لي شهادتي في قناة نارت لازم تكون شاهد إثبات، لأنه كنت سفير لمدة 8 سنوات للأردن في أوزبكستان. كانت قناة نارت الحقيقة هي الجسر الواصل بيني وبين الأهل، ومتابعة، خلينا نبدأ دائما بالأفراح، نقول متابعة الأفراح اللي بتكون بين أبناء العشيرة وأيضا بين أتراحها، المقصود فيها فرح التخرج، الزواج أو الوفاة، وهذه حال الدنيا، فيها الفرح وفيها الترح وفيها السرور وفيها. فعلى العموم هي قناة كانت بالنسبة لي نافذة ورئة أتنفس من خلالها مع الأهل وأتواصل معهم بشكل دائم. هذه القناة الحقيقة بإمكانيات متواضعة، وأنا تابعتها من لما كنت مدير للدائرة القنصلية، لما رجعت من أوزبكستان فترة، وأجروا معي الأخت الكريمة الإعلامية منال بزدغ، سوت معي لقاء تحدث فيها بإسهاب عن أهمية وضرورة جدا أن نساعد وندعم هذه القناة حتى تنطلق من المحلية الضيقة إلى على الأقل الانتشار بين العشيرة نفسها، إلى أن شاهدنا اليوم هذا البريفنج اللي قدموه أن تصبح قناة عالمية. هذا الشيء الحقيقة مفخرة، وأتمنى من كل من يستطيع أن يدعم هذه القناة حتى تصبح إلنا
مش بس للمؤسس ولا للي بيقوم بإدارة البرامج، أن تصبح قناة فعلا إلي وإلي كل ابني ولا حفيدي، تنطلق من أسس ثابتة بتقنية جديدة بروح جديدة وثابة. وأنا على استعداد بما عندي من خبرة عملية في حياتي أني أتقدم بمقترح بمشروع لن أبخل على هذه القناة من حبي إلها. بظل عندي أمنية أنه يا ريت تصل القناة، وهذا إن شاء الله حسب ما أنا بتوقع أنه صار في إمكانية أنه اللي باللقاء اللي يجرى الآن يكون بث مباشر أو على الأقل بعد دقائق يكون، وهذا أملي وأمل الجميع إن شاء الله، لأنه تغطية الفعاليات زي ما حكيت هي نافذتنا للعالم من خلال إبراز الثقافة والهوية والفلكلور الشركسي والعادات والتقاليد اللي نحن بنفتخر فيها. بجوز كثير ناس يعني أنا أبدأ بأبنائي ما بيعرفوا شيء. هذه القناة عندما دخلت كل بيت، وأنا صدقا بحكيها على نفسي وأنا كامل الثقة، رقم واحد عندي بخيارات القنوات نارت، بعدين عمان، بعدين طبعا بطبيعة العمل السياسي الأخبار تيجي بعدين، لكن في كل تلفزيونات البيت ورسيفراتها عندي رقم واحد نارت. فآمل إلها وأتمنى إلها المزيد من التقدم والنجاح والانتشار والتوسع حتى تكون نافذتنا فعلا زي ما حكيت مش بس لعمان ووادي السير، وتكون عالمية. إلي إخوان وإلي أقرباء وإلي خالي في أمريكا بنتصل من خلالهم ويعرفوا ويقولوا شفنا لك صورة شفنا لك خبر. فبارك الله فيها. الحقيقة قناة لن أمل إذا قلت هي رئتي وهي تنفسي وهي الهواء اللي أستنشقه. فألف ألف مبروك هذا التوقيع الاتفاقية والانتشار السريع اللي من خلالها رايحين نكون نحن على تواصل تام مع كل شرائح المجتمع الشركسي، حفلات الجيل، حفلات الأهلي، حفلات الأكاديمية، يعني خدماتها فضلة وما بقدر أحصرها أنا بواحد اثنين ثلاثة، خدمات كاملة. فشكرا بارك الله فيكم. شكرا لك ومساءك سعيد. تحياتي وألف ألف مبروك إن شاء الله وللأمام. شكرا. رأيك شو نوع البرامج اللي ممكن تنعرض على قناة نارت لحتى تطورها أكثر ويصير لها مشاهدين أكثر وأكثر كل الحال؟ أنا بالنسبة إلي الفولكلور هو أساس غذاء الروح بالنسبة إلي. الفرق اللي موجودة كان هون ولا في تركيا ولا هذا هي غذاء الروح في المهجر للشراكسة والشيشان. فهي من أولوياتي، لأنه اللغة ما بعرف شركسي لكن بعرف الثقافة الفولكلورية اللي أنتم مشهورين فيها. وكمان يعني أشوف أنه تدريس اللغة الشركسية من أستاذنا الكبير، وحقيقة هذه كلام طيب كثير، لأنه اللغة الشركسية شوي فقدناها خاصة الشركس. احنا الشيشان محافظين على اللغة، بس انتم الشركس لازم تعيدوا بهذا. فالثقافة الشركسية في كل معانيها خاصة تعليم اللغة الشركسية ضرورية. تحكي لنا شو رأيك بقناة نارت وشو التوقعات المستقبلية بنظرتك؟ قناة نارت من أهم القنوات اللي موجودة في العالم بالنسبة لي أنا منذ تأسيسها حقيقة. ومعظم الاجتماعات الرئيسية اللي صارت أنا كنت موجود فيها، ودائما وأبدا بقول إنه هذه القناة يجب أن تجد الاهتمام اللي يجب أن تجد، لأن الصوت الشركسي الوحيد اللي مع الأثير في جميع أنحاء العالم. فمن هذا المنطلق أنا رأيي في هالقناة هاي أنها يجب أن تدعم ويجب أن تستمر إن شاء الله. بتحب تقدم لنا أي اقتراحات بتحب تشوفها بالمستقبل بقناة نارت؟ أكيد 100% لازم يكون في تعاون بين كل المناطق اللي فيها شراكسة، وخاصة القفقاس من الأدقي ومن القبردي. لازم يكون في برامج دائما وأبدا تنحط، لأنه هاي الوطن الأم، والوطن الأم دائما وأبدا يكون غني في البرامج الثقافية والبرامج اللي ممكن أنه نستفيد منها في جميع أنحاء العالم اللي فيه شراكسة. فمن هذا المنطلق أنا بقول أنه يجب أن يكون في برامج متنوعة وبرامج كويسة. وبالإضافة للحكي إحنا لازم نحسب حساب الشعوب اللي إحنا متعايشين معها، مثل الشعوب العربية والشعب التركي والشعوب الأوروبية والغربية. هاي الشعوب يجب أن يكون لها ترسل إلها عن ثقافتنا وعن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن تاريخنا، حتى يكونوا عارفين
هاي الشعوب مصدرها منين، وشو صار معها نتيجة الحروب الطاحنة اللي خاضوها، ومن ثم كيف تعايشوا مع الشعوب اللي تعايشوا معهم خلال السنوات 150 سنة اللي مرقوا. يسعد مساك، شكرا لك كثير. شكرا لك، بس بحب أني أوجه كلمة لكل شراكسة العالم وتكون باللغة الشركسية إذا سمحتي. أكيد طبعا. أديو الدنيا أمتي خمسة جمجة مارج سوسقت لعوة أديهم مارج زي ورم قريغة حرر دوغوس وسقة ما نارت زت راغو تفام قيجو أديو جالوري لجاخر يا بدد زي أقرأ قيجي من زت يزغو تواغج عالم تحيا غبسوسي ويسوا مر يقاج ينفدو زرزت رغو تفار هاي ويجم فدزري تلسو بلجغم قزر أوفر قز فجأة زجي جاله خمي تحسوا غب سياسة ويا تجن قاغنا غب هجت زفار زجا أديو الدنيا متيتمجا ما نيبم أوفر قز حجن خز كتلو ميدانقي حاكمة سواق قوتن سواق دلجن أخشجس أوروب أو ما قنار يبجن أحزري أنو تحزري تأتنو تصف مزج تصفو دنيا متيتما تزراس أنو سواق دبسو نوارش مارج سود هازس قتلاء تحسو غبسو. شو رأيك بقناة نارت وكيف شو رؤيتك لمستقبلية للقناة؟ أول شيء مساء الخير لكل الجمهور اللي عم بيتابعنا وبيشوف هذه الاحتفالية على قناة نارت. هذا أولا. ثانيا قناة نارت من يعني تقريبا أنا من الناس اللي اشتغلوا بقناة نارت واشتغلنا على برنامج كان من يعني صراحة من أحلى البرامج، كان بيحمل نساء من ذهب، اسمه نساء من ذهب. أنا بشوفها إنه قناة واعدة مهمة كتير، بترسخ هويتنا أولا فيما بيننا، وثانيا قناة نارت إلها رسالة تانية ومهمة جدا، إنه هي تعريف العالم وتعريف الغير شركس بتقاليدنا، بأعرافنا، بلغتنا، بعاداتنا، وطبعا فيما بيننا، وكمان الأطفال. يعني ضروري كتير اليوم الأطفال إذا بنحكي على الشركس، خاصة أنه إحنا متواجدين في كل مكان في العالم، مش موجودين بمنطقة محصورة بالشركس، وبالتالي ممكن إذا ما حافظنا على تقاليدنا ولغتنا وأعرافنا ممكن مع الوقت تضيع. فقناة نارت هي واحد من السبل اللي ممكن تنقذ هذا الموضوع. أكيد. طب شو نوع البرامج اللي ممكن نطور القناة أكتر؟ شوفي بكل صراحة القناة هلأ بما أنه عم بتفكروا أنكم تطلعوا بانطلاقة جديدة، أكيد بدها مجموعة منوعة من البرامج، نوعية البرامج. ضروري تحديد فئة المشاهدين قبل يمكن أعدادهم، نحدد مين اللي بده يشوف قناة نارت، شو الأعمار، إحنا وين نتوجه، مين الجمهور المستهدف، وبالتالي بنقدر نحدد ونعطي خطة أولية للدورة البرامجية إذا بدك في قناة نارت. أهلا حبيبتي، شكرا. أنا الواقع بشغل الآن منصبين في آن واحد جيت معهم، رئيس جمعية قامة تعاونية، معاي الأعضاء الجمعية، وعلى أساس ندعم قناة نارت، وكمان معاي مجموعة لتعارفوا، مجموعة هاي معروفة صار لها 5 سنوات تدعم كل المشاريع الشركسية الواقع، وجمعية مجموعة نشيطة جدا على أرض الواقع. فاحنا جايين دعما لقناة نارت، واحنا معجبين في قناة نارت الواقع. تحكي لنا ايش رأيك بقناة نارت، وايش بتحب تقترح اشياء جديدة حابب تشوفها بالمستقبل بقناة نارت؟ والله قناة نارت أول ما نشأت كأنها مولود شركسي ونافذة على العالم، كلنا انبسطنا صراحة، وظلينا نتابع قناة نارت وباستمرار ما نفتح غير على قناة نارت. بس مع المدة صرنا نتراجع شوية، على أساس أنه يعني أنا مثلا من العازفين القدامى من الشركس، فعلى طول أنا لما أسمع طول نهارني 24 ساعة
رقص وغناء وكذا، فإشي أعتقد للمشاهد ممل شوية. وبعدين بطل يكون في تشويق وتراث ورقص لأنه دائما احنا مش حابين الناس بالفضاء الخارجي بالعالم الخارجي يعرفونا احنا فقط جماعة راقصين وعندنا فولكلور وبس، انه فبدنا تنويع في البرامج الثقافية، تنويع انه في عندنا فنانين، في عندنا رسامين، في عندنا كتاب، في عندنا موسيقيين، اي نعم، ولكن احنا في لنا ثقافة وعندنا حضارة قديمة جدا، فحابين يعني هاي التنويع طالما وننفتح. واحنا اليوم كثير انبسطت انه هذا الحكي مقبلين عليه يعني وماخذينه بعين الاعتبار. وانا صراحة يعني هم معهم يعني حق الطاقم الان مجمد وما في اي نشاط، وقناة نارت يعني يجب ان نخرج من خانة التطوع الى خانة الاحتراف، لأنه موضوع المتطوع يعني موضوع وقتي وينتهي وممكن ينسحب بأي وقت معين وما في استمرارية، وإحنا بحاجة إلى تطوير مستمر لهذه القناة حتى الناس تعرفنا أكثر ويشوفونا أكثر. وفي هناك أسواق ممتازة جدا زي تركيا فيها مش أقل من 5 مليون شركسي، وحتى نفس القفقاس كمان ننفتح عليهم. هاي نافذة للتعارف والتواصل صراحة، وحابين نتمنى لقناة نار صراحة يطبقوا ما سمعناه الليلة، وكان هيك مبشر، وحقيقة ما سمعناه كان يعني مثلج للصدر انه ممكن يصير تطور لقناة نار تنفتح صراحة. شكرا لك، يسعد مساك. الله يبارك فيكي، إن شاء الله موفقين إن شاء الله. شو رأيك بقناة نارت وشو رؤيتك المستقبلية للقناة؟ قناة نارت من القنوات اللي بنقدر نسميها على مستوى العالم إلها خصوصية، وعلى المستوى المحلي أيضا إلها خصوصية، ومن الجيد أن نقول رسالتها واضحة، أهدافها واضحة، التنوع اللي فيها الكبير، المحافظة على الإرث الشركسي، هذا شيء مهم. ومن الجيد أن تتحملوا قناة مثل قناة نارت بإمكانياتها المتواضعة ما تنسي، لكن ومع ذلك استطاعت أنه بزمن كبير أنها تحقق يعني وجود وتواجد. ونتمنى أنه مع الدعم والتغيير للأفضل اللي الآن عم بتصير فيه القناة أنه تكون انتشارها إن شاء الله أوسع وبرامجها أغزر، وهذا الشيء المهم من الانتشار والغزارة في البرامج والتنوع، وهذا الشيء يعني لمسنا بدايته إن شاء الله من أيام قليلة، وإن شاء الله لقدام أكيد راح يكون لأفضل إن شاء الله. شو نوع البرامج اللي ممكن أنها تطور قناة نارت أكثر وأكثر؟ باعتقادي المجتمعات الشركسية بالعالم بحاجة أنها تتواصل مع بعضها بأكثر من معنى، بأكثر من برنامج. التنوع مهم جدا، الفولكلور من الجيد أنه نحافظ عليه، لكن لا ننسى أنه من الممتاز أنه نركز على الإرث الثقافي الآخر غير مثلا الفولكلور والرقص. نحكي عن الأدب، نحكي عن التاريخ، نحكي عن الشعر، نحكي عن اللغة، نحكي عن المسرح، نحكي عن الدراما، نحكي عن الثقافة، عن العلم، عن الحياة. وأنا بعرف أنه في هناك غزارة أيضا من الأفلام الوثائقية الموجودة هنا وهناك. باعتقادي تستطيع نارت أنها تجمعها، واللي بده إعادة ترجمة ممكن أنه نترجمها إن شاء الله، واللي بده إعادة مونتاج برضو نمنتجه إن شاء الله. بالأخير حتى نكون بنحكي عن كثافة وغزارة في برامج بتطلع. أهم شيء أنه ما ننسى الرعاية والسبونسر. يعني أنا طرقت لهذا الموضوع لأنه كثير منا ينظر إلى الموضوع من ناحية عاطفية ومن ناحية ثقافية، وبنسى الدعم المادي. كيف الآن أي مؤسسة إعلامية إذا بدها تقف وتستمر يجب أن يكون لديها دخل، والدخل بنتي ما بيجي فقط من تبرع أو كذا، لا، يجب أن يكون هناك جهة تسوق هذه القناة وتسوق برامجها، ويكون في هناك رعايات ودعايات مدفوعة، وهذا الدخل يغطي القناة. كل القنوات العالمية في العالم فيها إشي اسمه سبونسر، رعاية، في دعاية، وهذه مدفوعة. فإحنا لما نقنع
الشخص او نقنع الجمهور انه قناتنا واصله للعالم، ليش ما الشركات الكبرى ترعى برامجنا؟ ليش ما تدخل في دعايات في برامجنا؟ هنا انا بقوي الوضع الاقتصادي للقناه. اي مؤسسه اعلاميه كل ما قويت اقتصاديا كل ما انتشرت وكل ما الكواليتي جودة الأداء بيصير أعلى. فأنا أتمنى النقطة الجوهرية في إدارة نارت انتبهوا للتسويق والتسويق. إذا استطعنا أنه نتجاوز هذا الشيء ويكون شيء روتيني وعادي، باعتقادي نارت إحنا ضمننا لها تكون بصفوف فضائيات من الفضائيات العالمية. بدون دعم مادي إحنا قاعدين يعني نقف في مكاننا. تحكي لنا عن رأيك بقناة نارت وشو توقعاتك لقناة نارت بالمستقبل؟ بعد اللي سمعته اليوم بالإيجاز اللطيف اللي قدموا لنا إياه جماعة كوبان عن فضائية نارت، زادت ثقتي واعتقادي بأنه مستقبل واعد راح يكون لقناة نارت بفضل الشباب اللي مهتمين بموضوع نارت والناس الطيبين اللي واقفين وراء مجموعة كوبان وراح يقدمون لهم كل مساعدة، إن كانت مساعدة معنوية أو مساعدة مادية لتطوير قناة نارت. ونحب نشوف قناة نارت قناة عالمية زي القنوات اللي بنشوفها على التلفزيون ونشوفها موجودة في كل بيت أردني. في أشياء بتحب تقترحها وتشوفها بقناة نارت؟ أكيد طبعا التطور اللي ممكن يحصل بقناة نارت حتى تكون عالمية، يعني نشوف القنوات الأخرى شو اللي عمالة بتقدمه، يعني يكون في هناك مجال واسع لأذواق الناس في رغباتهم، وهذا بحاجة إلى دراسة وبده نوع من الإحصائيات يصير، بعدين بيطلعوا بنتيجة شو الجمهور بده. أنتم بتبيعوا بضاعة يعني. شكرا لك، مساءك سعيد. تسلم، مساء النور، الله يسعدك، وشكرا لأنك أعطيتيني هالفرصة أني أحكي عن النارت اللي بحبها أنا. بنرحب فيك دكتور غازي شركس، نائب مدير مؤسسة كوبان وحاليا عضو في الهيئة الإدارية لقناة نارت. دكتور، بدي أسألك لجزء من المواضيع اللي بيهتم فيها مؤسسة كوبان التدريب، كنت تشرحنا أكثر عن التدريب؟ نعم، بالواقع التدريب هو جزء من الأمور اللي بنهتم فيها بمؤسسة كوبان. طبعا تطرق الدكتور باسل لأمور بتهتم فيها المؤسسة، لكن سقط سهوا انه ما جاش سيرة التدريب. احنا حاليا مهتمين بملف التدريب وبنعمل على استقطاب قاعدة خبراء بالتدريب وقاعدة طلاب حابين انهم يتدربوا، بالاضافة الى رصد شو المواضيع المهمة اللي موجودة في السوق مطلوبة لسوق العمل ويمكن أنه يتم التدريب عليها. فإحنا حاليا قائمين على مشروع التدريب. نعم. شو الآلية اللي ماشي عليها مؤسسة كوبان؟ إحنا حاليا بنحاول أنه نستقطب المهتمين. طبعا أمر التدريب أمر مش سهل، بده يكون الشخص اللي بده يهتم فيه عنده إلمام، عنده علم، عنده خبرة، عنده قدرة على التدريب. فإحنا بنستقطب الأشخاص المهتمين وبنرحب بأي شخص في مجتمعنا عنده كفاءة وعنده قدرة على التدريب إنه يتواصل معنا. زائد بنحاول إنه نستطلع آراء الشباب في مجتمعنا والطلاب عن المواضيع اللي بحسوا إنه في ثغرات في التدريب عندهم وحابين إنهم يتقووا فيها، يتواصلوا معنا. وبرضه بنطرح استبيانات يحددوا هم شو احتياجاتهم وشو برغبوا من المؤسسة. حاليا احنا بنتواصل وبنقبل اي اقتراحات. متى متوقع انه يبدأ التدريب؟ يعني احنا صار لنا مهتمين بملف التدريب من حوالي 3 أشهر. حاليا أصبح عندنا قاعدة من الخبراء وأصبح عندنا عدد لا بأس من المشاركين. يعني متوقع أنه خلال أسبوع أو أسبوعين نبدأ فعليا بالإعلان عن دوراتنا التدريبية.
شو المطلوب من شبابنا في موضوع التدريب؟ المطلوب من الشباب إنهم يتواصلوا ويسألوا ويحكوا عن حاجاتهم، ولما إحنا نطرح موضوع أو استبيان إنهم يجاوبوا فيه وينضموا لمجموعتنا اللي موجودة كوبان للتدريب والبحث العلمي، موجودة حاليا على الفيسبوك. إذا دخلوا على الجروب بيقدروا يطلعوا على كثير من نشاطات المجموعة وكثير من الأسماء الموجودة، وإحنا بنطرح استبيانات أول بأول وبنعلن فيها. فإذا كانوا مهتمين وأبدوا تفاعل، التفاعل هذا بخلينا نتحرك أكثر ونعلن عن الدورات ونبلش في الملف التدريبي الفعلي. تحكي لنا عن رأيك بقناة نارت، وشو عندك اقتراحات جديدة بتحبي تقدميها لقناة نارت وتشوفيها بالمستقبل؟ قناة نارت قناة ثقافية هادفة، بتعرفنا على المجتمع الشركسي، بتعرفنا على العادات، على اللغة، على التقاليد. يعني لا بأس فيها، بس بلزم طبعا تتطور أكيد. ايش بتحبي تقدمي لنا اقتراحات انت بتحبي تشوفيها بالقناة بالمستقبل؟ يعني ممكن إذا بيعملوا البرامج تكون شركسية مترجمة للعربي أو مترجمة للغة الإنجليزية، حتى ممكن الناس اللي ما بيحكوا باللغة الشركسية إنه يقدروا يستفيدوا منها، وإنه يقدروا مثلا إذا ما فهموا اللغة إنهم يحاولوا يربطوا ما بين الكلمات وما بين الجمل وهذا ويتعلموا. شكرا كتير إليك. أهلا، شكرا. تحكي لنا شو رأيك بقناة نارت حاليا؟ قناة النارت حاليا أنا من متابعين ومشاهدين قناة النارت، فقناة النارت عم بيصير فيها شوية تغيير إن شاء الله، بيكون طموحنا إنه يكون في تغيير بالمستقبل، يكون فيها ازدهار وتقدم بفضل القائمين الحاليين عليها. ونتمنى لقناة النارت كل التقدم والازدهار، وإن شاء الله بالكادر الجديد اللي موجود، بهمة الشباب اللي موجودة حاليا، وبهمة طاقم التصوير اللي موجود حاليا، وبهمة الشباب إن شاء الله بتفوت في كل بيت شركسي في إطار جديد وفي نوعية جديدة إن شاء الله. كيف بينعكس قناة نارت على المجتمع الشركسي؟ مجتمعنا الشركسي هو بالفترة الماضية كان في شوية ملل من قناة النارت، فحاليا في البرامج اللي عم تعرض حاليا جدا جدا رائعة، وهي يفترض انه قناة النارت يتابعها كل بيت شركسي، لانها بالمستقبل ان شاء الله راح تجيب الاخبار في مجتمعنا الشركسي اللي بالاردن وبدول بالخارج، بالقفقاز، بتركيا، بامريكا، في دول الخارج. ان شاء الله بصير هذا شوي شوي يتغطى في سبيل انه تكون قناة النارت من ارقى القنوات ان شاء الله. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكم، وشكرا لقناة النارت، وشكرا لطاقم التصوير كلهم. تحكي لنا كيف نارت تي في برأيك هلا بالوضع الحالي؟ بالنسبة لنارت تي في أنا بعده مثل دقات قلبي، إذا نارت تي في وقف فوقف دقات قلبي، هذا أنا اللي بحكيه. نارت تي في من بدايته أنا ما قصرت معاه، أعطيتهم عشرات الأفلام اللي أنا عندي من فيديوهات على بناء يبتدوا فيه، فهلا كثير من الأفلام اللي موجودة من عندكم لكن اسمي مش مكتوب عليه. نارت ما كان في إنسان يوم من الأيام أنه نتوقع أنه يصير عندنا محطة إرسال شركسية مثل نارت، فوجود نارت وجودنا نحن، إذا راح نارت نحن كأنه وجودنا راح. كيف تتوقع هلأ نارت حتصير من جديد؟ أو شو حيختلف عليها أنت بتتوقع هلأ من جديد؟ أنا أتمنى لنارت دائما الصعود، لا أتمنى له الاستقامة لا ولا النزول، لكن أتمنى له الصعود دائما وأبدا. شكرا كثير إلك. العفو يا ستي، أنا اللي بقول دائما وأبدا اللي بحب قوميته واللي بحب الشركس واللي بحب يتعلم على عاداته تحب، بس اللغة هذه 10% بعد مدة راح يصير اللي يحكوا فيها. فنحن اللي بدنا إياه إنه محطة النارت هذه لا تتوقف، ودائما وأبدا تعطينا الأحسن ثم الأحسن ثم الأحسن ثم الأعلى.
نشكركم أعزائنا المشاهدين لمتابعتكم حفل انطلاقة الجديدة لقناة نارت الفضائية الشركسية والوحيدة في العالم.